يلا نخطط سوا ل 2026. Humming deep like rolling waves, breath of earth and cavern stains. السلام عليكم، اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم حسام، واحنا اخيرا بدانا سنه جديده وهي 2026. فانا متحمسه ان انا اخطط معاكم السنه دي في البوليت جورنال بتاعتي. واللي ما يعرفش ايه هي البوليت جورنال او البلانر، فانا عملت لكم فيديو قبل كده تقدروا تشوفوه، شرحت لكم فيه الفرق ما بينهم وليه اصلا نستخدمهم وبيفيدونا في ايه. فلو انتم مش عارفين تقدروا تشوفوه، ان شاء الله يفيدكم. اما بقى في الفيديو ده فاحنا هنخطط سوا ل 2026 في البوليت جورنال بتاعتي. دي كده البوليت جورنال بتاعتي، وانا متحمسه قوي ان انا ابدا فيها عشان انا بحب شكلها، وكمان ركبت فيها ميداليه هوريها لكم دلوقتي. البوليت جورنال دي كانت جايه لي السنه اللي فاتت، بس كان معايا جورنال تانية بداتها، فقررت ان انا اخلي دي للسنه دي. فمتحمسه بقى ان انا اخيرا هبداها، فهوريكم كل حاجه فيها، هوريكم الحاجات اللي انا بعملها للتخطيط بتاعي. فان شاء الله تستمتعوا بالفيديو، ولو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. خلوني الاول اوريكم البوليت جورنال بتاعتي. اول حاجه هي دي شكلها، مكتوب عليها من بره I'm just a girl. وانا كمان ركبت لها الميداليه دي علشان شكلها برضو فيونكه كده، وام جاست جيرل برضو صاحبتي كانت عاملاها لي، فركبتها فيها ولايقه قوي على الشكل وعجباني قوي. كمان البوليت جورنال دي من جوه منقطه، وانا بحب قوي التخطيط في الصفحات المنقطه اللي زي كده، فان شاء الله نستمتع واحنا بنعمل التخطيط سوا. وعلشان احنا في فتره امتحانات، وكل سنه السنه بتبدا واحنا في امتحانات بقى وبتاخر على ما اخطط، فانا قلت ما اضغطش نفسي واخطط واحده واحده على مهلي. المهم ان انا استمتع وانا بعملها، وفي نفس الوقت في الاخر اخلصها قبل ما يعني يعدي مده من اول شهر. يلا نبدا في التخطيط سوا، وهستناكم تشاركوني التخطيط بتاعكم. طيب اول حاجه جبت البوليت جورنال بتاعتي، وده كده شكلها من عن قرب، وجهزت بقى الادوات والحاجات اللي انا هستخدمها. ودي كده شكل الفيونكه اللي انا مركباها فيها. وفتحت بنترست علشان بحتاجه كتير في التخطيط، وكمان شغلت فيديوز مفيده علشان اتسلى واستفيد في نفس الوقت. وبدات في اول صفحه وهي صفحه الغلاف، وكنت حابه اعملها بدرجات بنفسجي او لافندر علشان انا بحبه. فكان في شكل كده كنت شفته على بنترست، عملت حاجه شبهه، يعتبر معتمد على الهايلايترز. وحاولت على قد ما اقدر ان انا اخلي التخطيط بسيط، علشان انا ما باحبش اتعب نفسي بصراحة في التزيين الكتير وهكذا. باحس في الآخر إن أنا يعني ممكن أعمل صفحة أو صفحتين كده، بس ما أقدرش أعمل كمية، وأنا كنت محتاجة أعمل حاجات كتير وعلشان في امتحانات وكده، فحبيت أخلّي الموضوع بسيط وأتسلى بيه أهم حاجة. فعملت حاجات بسيطة كده بشوية أقلام وhighlighters وكده. فده كان كده شكل المربعات اللي أنا عملتها بالhighlighters، وبدأت أحط شوية نجوم وتفاصيل بقلم حبر بنفسجي، وكتبت 2026 بالhighlighters، وحددتها برضه بقلم أسود. وبعيدًا عن إني بعد ما خلّصت التحديد بالأسود ده حسيت إن هو في حاجة مش مضبوطة، بس مش مشكلة. وفضلت أزوّد برضه شوية تفاصيل كده حوالين 2026، ويعتبر كده الصفحة خلصت وده كان شكلها. الصفحة اللي بعدها بقى كنت عايزة أكتب فيها أي جملة تحفيزية تكون حاجة بتعبّر عن السنة كلّها أو تشجعني خلال السنة. فكتبت: من لزم القليل استقام له الكثير. علشان أحاول أفكّر نفسي دايمًا إن أنا ممكن أعمل حاجات صغيّرة أوي، وبسببها ألتزم على عادات كبيرة أو أحقق إنجازات كبيرة. فمش لازم أبدأ بالحاجة الكبيرة كلّها يعني، ممكن عادي أعمل حاجات بسيطة وألاقي في الآخر النتيجة كبيرة. بس برضه زيّنتها شوية. والصفحة اللي بعدها كانت الأهداف، فكتبت goals برضه بالhighlighter، وكتبت 2026، وبرضه زيّنت الصفحة كده من على الأطراف بخطوط بالhighlighters. حاولت برضه زي ما قُلت إن أنا أسهّل الدنيا على نفسي، فكنت باستخدم حاجات بالhighlighters بسيطة بالاقيها عملت شكل حلو يعني. وبس، وحطيت مربعات علشان هنا هاكتب الأهداف بتاعة السنة. ومن الحاجات المهمة بالنسبة لي السنة دي إن أنا أعمل تخطيط ربع سنوي، علشان أتابع التخطيط بتاعي طول السنة، لأن السنة اللي فاتت للأسف ما حققتش معظم الأهداف اللي أنا عملتها أو اللي أنا كنت عايزة أعملها يعني. فده بسبب إن أنا ما تابعتهاش طول السنة، وجيت في أوقات معينة اتضغطت في حاجات معينة، فما قدرتش أنظم يعني وقتي بشكل كبير. فحسيت إن التخطيط الربع سنوي ده هيساعدني، فعملت 4 صفحات، كل صفحة 3 شهور، وبحدد لها بقى الأهداف بتاعتها وكده. والصفحة اللي بعدها كانت books to read. هاكتب فيها الكتب اللي أنا عايزة أقرأها، أو اللي أنا كل ما أخلّص كتاب أقرأه. فعملت كده زي كتب كأنها محطوطة فوق بعض، وكل مربع بالكتاب اللي أنا هاقرأه، وكل ما أقرأ كتاب أكتب اسمه في مربع أو في كتاب يعني منهم. وكمّلت تخطيط كام صفحة بعدها، وحبيت أوريكم في الآخر الشوية اللي أنا عملتهم في القعدة دي. فأول صفحة كانت صفحة السنة، ده كان الشكل اللي أنا اخترته علشان أعمله ليها. الصفحة اللي بعدها كانت العبارة اللي أنا حددتها للسنة كلها، فكتبت: من لزم القليل استقام له الكثير. الصفحتين اللي بعدها هي goals 2026، والتخطيط الربع سنوي بقى عملت له زي ما قلت 4 صفحات، وحطيت كده وشي تايب من على الأطراف.
وأتمنى فعلًا إن بسبب التخطيط الربع سنوي ده أقدر ألتزم بالأهداف أكتر السنة دي. وهنا بتاعة الكتب، عملت الكتب زي ما شُفتوا كده وكتبت تحت read today lead tomorrow. والصفحة اللي بعدها كانت للكورسات، فعملت مربعات كده علشان عايزة آخد كورسات خلال السنة وأكتب بقى التفاصيل بتاعة الكورسات دي. وكان في كام صفحة بعدها كنت مخططاهم بالرصاص وما كنتش عملتهم في القعدة دي، بس هتشوفوهم بعد شوية في الفيديو. وبعد كده دخلت بقى على تخطيط الشهر عشان كنت عايزة أبدأ فيه، فعملته كده وكان عاجبني أوي، كان لايق أوي على الplanner أصلًا من برّه. وهنا كتبت أوجاك هدفلري اللي هي أهداف شهر يناير، وكتبت بقى كتب الشهر والpodcasts والحاجات اللي بتاعة اليوتيوب، البداية والنهاية والفيديوهات اللي أنا عايزة أعملها خلال الشهر. والصفحة اللي بعدها كانت habit tracker، دي باكتب فيها العادات اللي أنا عايزة ألتزم بيها خلال الشهر، وكل ما باعمل عادة باعمل قدامها صح في المربع بتاع اليوم بتاعها. وبعد كده عملت بقى خانات علشان باكتب فيها تدوين يومي يعتبر الأحداث اللي حصلت في يومي وكده. وهنا هاوريكم بقى التخطيط كله بعد ما أنا خلصته يعتبر كله. هاوريكم لفة سريعة من الأول للآخر كده، صفحات في الأول بتاعة السنة، وبعد كده صفحات الأهداف اللي حدد فيها الأهداف السنوية والربع سنوية. وبعد كده عملت صفحة الكتب اللي أنا ناوية إن شاء الله إن أنا أقرأها، ويا رب أعرف أقرأهم كلّهم عامةً. والصفحة اللي بعدها كانت الكورسات، ويا رب برضه آخد كورسات كتير كويسة. وعملت بقى الصفحة بتاعة البودكاست، كنت عايزة أسمع بودكاست كتير السنة دي، فقررت إن أنا أعمل له صفحتين وحددت 30 بودكاست عايزة أسمعهم، أو حددت لهم مربعات، وإن شاء الله أسمع يعني بودكاست كتير في مجالات مختلفة. والصفحة اللي بعدها كانت يوتيوب تراكر علشان أوصل لعدد المشتركين اللي أنا عايزاه إن شاء الله. وبعد كده برضه فيديوز تراكر علشان أشوف أنا عدد الفيديوهات اللي أنا عايزة أعملها هاقدر أخلّصه إن شاء الله والّا لأ، ويا رب أزوّد عنه كمان. فعملت فيديوهات طويلة وقصيرة. وبعد كده weight tracker علشان أتابع الوزن خلال الشهور، وكاتبة أسامي الشهور بالتركي وتحت كتبت عبارة بالEnglish. والصفحة اللي بعدها مهمة أوي بالنسبة لي وعاملاها علشان ألعب رياضة 50 مرة على الأقل خلال السنة. السنة اللي فاتت عملت تحدي إني أعمل رياضة 100 مرة في السنة، ولكن للأسف ما قدرتش أنتظم عليه، عشان كده خليته 50 والصفحة أصلًا كفّت 45 بس. بعد كده في تحديات بينجو، دي بتكون أفكار كده اللي هي تحديات أنا عايزة أعملها مع نفسي أو أفكار جديدة عايزة أجربها، فلسه هاملاها. وبعد كده عملت صفحتين حاجات تبع الفلوس، الصفحة الأولى هي saving علشان أحاول أحوّش فلوس، فكتبت أسامي الشهور وعملت برطمان كده علشان كل شهر أكتب أنا حوّشت كام. واللي بعدها متتبع الصدقة، فعملت مربعات للشهور علشان أحاول كل شهر إن أنا إن شاء الله أطلّع صدقة وأنواع مختلفة من الصدقة إن شاء الله. وهنا هاعمل رسالة للسنة الجاية ورسالة لعيد ميلادي، وعملت صفحة أيامي السعيدة هاكتب فيها أحسن أيام في السنة بالنسبة لي. وبعد كده بقى ندخل على صفحات الشهر، فزي ما وريتكم دي كده صفحة شهر يناير، كتبته بالEnglish وبالتركي. وباحاول أبدأ أكتب تركي كده في الplanner، باحس إن أنا مبسوطة أوي، وأنا الحمد لله باحب التركي أوي، فباحب شكله حتى وأنا كاتباه في الplanner. ودي صفحة الأهداف والكُتب والحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها، علشان أحاول أتابع نَفْسي خلال الشهر برضه، مش تكون أهداف سنوية بس. وبعد كده صفحة habit tracker، وكنت كتبت كده كام عادة من العادات اللي أنا عايزة ألتزم بيهم، وإن شاء الله أقدر ألتزم بيهم خلال السنة كلّها مش بس الشهر. وعملت صفحة سُنن الصلاة، كتبت الصلوات فوق السُنن بتاعتها وتحت الأيام، وكل أمّا باصلّي سُنة للصلاة باعمل عليها صح. وبعد كده عملت صفحة إنجازات يناير علشان أكتب الإنجازات اللي عملتها خلال الشهر، وصفحة save days علشان يعني الأيام المميزة بالنسبة لي في الشهر أدوّنها وتكون لوحدها كده مميزة. ولسه عايزة أزيّن بقى الصفحات بstickers وكده. الصفحة دي كنت هاعملها mood tracker بس سِبتها. وبعد كده بقى عملت الصفحات اللي أنا هادوّن فيها كل يوم أحداث اليوم وكده، وحاجة مختصرة عن اليوم. وفي المخطط الشهري ده، فعايزة برضه ألزقه في الآخر. ودي كده الصفحات اللي عملتها في الbullet journal. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، وبكده نكون خططنا في الbullet journal سوا. أتمنى تكونوا استمتعتوا، وهاستنى تشاركوني التخطيط بتاعكم، فتقدروا تبعتوا لي على الإنستجرام. وبس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.